هتصدقيني لو قلتلك إن في أنواع من العيش كل ما تاكليها تخسي أكتر؟ هتصدقي إن شاء الله لما تجربي الوصفة دي. أهو ده العيش الوحيد اللي تاكلي منه براحتك من غير ما تحسي بالذنب ولا تأنيب الضمير، لأنه من غير ولا نقطة دقيق ومخبوز بقشور السيليليوم المشهورة بإن هي بديلة التكميم، بسبب إن هي أول ما بتدخل المعدة حجمها بيزيد وتنفش وتديكي إحساس بالشبع عجيب. تعالي أقولك تعمليه إزاي. هنحتاج للوصفة دي ربع كيلو جبنة قريش وبيضتين ومعلقة خل كبيرة ورشة ملح ومعلقة زيت زيتون كبيرة وخمس معالق من قشور السيليليوم. هتلاقيها عند أي عطار، بس خلي بالك في منهم غشاشين وبيخلطوها. أنا هقولك في آخر الفيديو إزاي تعرفي الأصلي. هنحتاج هاند بلندر أو خلاط. هنضيف البيضتين على الجبنة القريش وبعد كده نحط معلقة زيت زيتون كبيرة ومعلقة خل كبيرة ورشة ملح، ونستخدم الخلاط أو الهاند بلندر بس تفضلي وراه لحد ما يكون القوام كريمي. نضرب أكتر من مرة يا جماعة لحد ما القوام يبقى قدامنا بالمنظر ده. بعد كده بنضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة خميرة، ونبدأ نضيف المكون الرئيسي وهو قشور السيليليوم، بس نضيفه شوية بشوية لحد ما العجينة تتماسك. وخلي بالك السيليليوم هو اللي بيدي العيش طراوة وانتفاخ وبيخلي الرغيف متماسك. العيش ده يا جماعة صحي جدا وبينفع لمرضى السكر ومقاومة الأنسولين ومع كل أنواع الدايت سواء الكيتو أو اللو كارب، ولكل حد مش قادر يعمل رجيم عشان ما بيعرفش ياكل من غير عيش. بعد ما نعجن نحاول بايدينا كده بقى نلم العجينه، وهنحس بقى في ايدينا ان هي بقت كويسه ومتماسكه كده. نخلط العجين كويس وبعد كده نغطيه ونسيبها تهدى ربع ساعه. بعد كده بتشكلي العجينة أي شكل تحبيه سواء كان فينو أو كايزر براحتك. التشكيل سهل خالص، بتجيبي حتة عجينة حسب ما أنت عاوزة حجم الرغيف. أنا بحب الميني كايزر فأخدت حتة صغيرة. ابرميها أو اعمليها كورة، المهم إن هي تكون متساوية لا فيها كلكعة ولا كتل. وعلشان تعرفي إذا كانت عجينتك نجحت ولا لأ، أهم حاجة ما تكونش بتلزق في إيدك وأنت بتشكلي، ما يكون كفك نظيف من غير تلزيق. رصيها بقى في صينية مفروشة بورق الزبدة، ولو عندك حبة البركة أو سمسم أو شمر أو حبوب كتان رشيها على الوش واضغطي كده بصبعك علشان الحبوب تلزق في الرغيف. كمان ممكن تدخلي الحبوب دي جوه العجينه نفسها لو حابه يعني تضيفيها وانت بتعجني. بعد كده بنسيب العجينه ترتاح 10 دقايق كمان. ركزي معايا دلوقتي في طريقة التسوية علشان العيش يستوي من جوه كويس. هنشغل الفرن على درجة حرارة 160 قبل ما ندخل العيش ب10 دقايق، يعني لازم يكون الفرن سخن لما ندخل العيش. هنحطه على الرف اللي بالوسط وبنسيبه نص ساعة على درجة الحرارة الهادية دي علشان ما ياخدش لون من بره ويكون ني من جوه. واوعي حذاري تفتحي الفرن قبل النص ساعة علشان ما يهبطش، هتلاقيه بعد النص ساعة نفخ واخد لون حلو من غير ما تفتحي الشواية. بعد ما النص ساعة تعدي افتحي عليه وبلاش تطلعيه مرة واحدة علشان ما يهبطش. اطفي الفرن ووربي الباب وسيبيه شوية لحد ما يهدى. ولو حابة تفتحي الشواية دي النتيجة بعد ما فتحت الشواية 5 دقايق، لأن أنا بحب العيش متحمص كده ولونه بني سنة، فلو حابة النتيجة دي افتحي الشواية 5 دقايق. وبكده نكون خلصنا وصفتنا. فاضل بس اني اعرفك ازاي تعرفي قشور السيليوم الاصليه من المخلوط. هتجيبي نص كوبايه ميه وتحطي عليها معلقه كبيره من قشور السيليوم وتقلبي. خلال ثواني هتلاقي الخليط ده بدا يبقى هلامي ويتقل معاكي، لان قشور السيليوم الاصليه هي عباره عن الياف مستخرجه من بذور القطونه الغنيه جدا بالفايبر اللي بتتحول لجل اول ما تحط عليها الميه. انا هنا صورت لكم كل دقيقه هي بتتغير ازاي وتتقل اكتر. لو ما تقلتش معاكي بسرعه اعرفي ان هي مغشوشه. وعلى فكره هي ليها كذا اسم، اللي مش عارفهم يكتب لي في التعليقات. شايفين حجمها بيزيد ازاي؟ وهي دي ميزتها، ان هي بتخش المعده تملى المعده تماما وبتسد نفسك عن الاكل واحساس بالشبع معاكي طول اليوم، لان هي بتعمل حاجز حمايه للمعده من الكارب والدهون. علشان كده قالوا عنها ان هي بديل عمليه التكميم المعده بسبب سرعتها في التنحيف. انا كان مره عندي مناسبه وكنت بستخدمها بالطريقه دي قبل كل وجبه، ونزلت عليها 4 كيلو في 10 ايام، وكان شكلها يسد النفس ومش شهيه خالص، بس كنت باخدها لان ما كنتش اعرف وصفه العيش. لكن دلوقتي اقدر اكلها وانا شهيتي مفتوحه وهي مخبوزه. لو حابه تستخدميها بطريقه الميه استني لما يتحول لجيلي وكليه بالمعلقه زي البودنج ووراها كوبايه ميه علشان مفعولها يشتغل معاكي بسرعه. ولو خايفة من غش العطارين هاتيها من أي براند محترم. اكتبي بس على جوجل قشور السيليوم وهيطلع لك في بلدك هي فين بتتباع. بس اوعي تجيبي اللي عليها مكسبات طعم اللي هي بطعم الفواكه والحاجات دي، لا هاتي العادية، لأن في منها بطعم الفواكه ابعدي عنها تماما لأن كلها سكر. خليكي في الطبيعية العادية. شايفين العيش من جوه ازاي شكله يفتح النفس؟ اهي دي بقى كده الواحد ياكلها وهو مرتاح ومطمن. وهنا بعد 5 دقايق شكلها عامل زي الكورة.
هي دي بالظبط فكرة عمليات بالون المعدة. هي مش بس بتخسس يا جماعة، لا دي كمان بتنظف الجهاز الهضمي من أي فضلات متحجرة، لأن ملمسها الصمغي ده بيدخل جوه الأمعاء يقش ويلم كل الفضلات المتحجرة يزحلقها في الإخراج، وتبص على الميزان تلاقي نفسك نزلتي حوالي 5 كيلو بسرعة، لأن دول كانوا وزن الفضلات المتحجرة. لو عاوزة تعرفي كل فوائدها اعملي بحث عن دكتور كريم علي وقشور السيلينيوم، هو اتكلم عنها بشكل مفصل. عموما اي حد عنده امساك او عنده اسهال هي علاج ممتاز جدا ليه. الفرق بينها وبين الدقيق الابيض ان الدقيق علشان فيه جلوتين لما بيدخل الامعاء بيلزق هناك وبيعمل التهابات، انما قشور السيليوم ماده مخاطيه لطيفه جدا على الامعاء ومش بتمسك فيها. صحيح كيلو من السيليوم غالي جدا، لكن ده مش اغلى من عمليات التكميم وتدبيس المعده وابر المونتجارو، ولا اغلى من صحتك. كفايه ان هي حاجه طبيعيه يا جماعه ملهاش اي اضرار. الكيلو وصل ل 30 دولار تقريبا، لكن انت مش هتحتاجي كيلو، هاتي ب 20 جنيه من عند العطار هيغرقولك الدنيا، يعني اقل من دولار هيعمل لك حوالي 7 ميني كايزر او 3 رغيفه كبار. انا عن نفسي بعمل كميه بسيطه وكل ما بيخلص بخبز جديد علشان يكون طازه. حلاوته بقى ان هو ممكن يتاكل حاف لان هو فيه بيض وجبنه، وممكن تعبيه اي حشوه لو براحتك، يعني عايزه تعبيه تحط خاصه او حاجه عبيه، كل حاجه متاحه. انت كل ما بتجوعي عبي بطنك برغيف وعليه كوبايتين ميه وهتدعيلي.